رجل أعمال مصري، وهذا الرجل الأعمال ما شاء الله تبارك الله عنده شركات وعنده خير ومتزوج امرأة فلاحة، ولكن هو اللي يدير عمله كامل. ما عنده إلا بنت واحدة عمرها 30 سنة، وهالبنت هذه تشتغل في مكان آخر غير أعمال أبوها، والبنت هذه على قدر متوسط من الجمال، ولكنها ما شاء الله تبارك الله فيها تدين إلى حد ما. المرأة هذه تعرفت على شاب في العمل، وهالرجل هذا جاها على أساس أنه بيتزوجها وبيخطبها، إلا أنه مستواه يعني المادي أقل بكثير من مستواها، وكذلك يعني ما سألت عنه، شافت بس أعمالها، شافت يعني طريقة عمله معها في الشركة، لكن في أمور تجهل المرأة. فراحت لأبوها قالت يا أبوي، قال نعم، قالت أنا في رجل تعرف علي ويبغى يخطبني ويبغى يجي يقابلك. قال أبوها الله يحييه. فجاء الرجل وقابل الأبو، سلام عليكم السلام، كيف حالك يا عمي، أنا أبغى أتزوج فلانة. فالأبو سأل عن اسمه ومعلوماته وبيته، تعرف الأبو حريص على بنته، بنت الوحيدة وهو رجل ثري. فيقول استلطفت في البداية، يعني أخذته على بدايته، ما أعرف عنه أي شيء. فرحت أنا وبعد ما راح مني وقمت أسأل عن الرجل هذا، فسألت في حارته وسألت في الناس اللي حوله كلهم، واتضح لي ان الرجل ما هو مريح، كل ما يشكر فيه يعني. فجيت لبنتي وقلت لها يا بنتي انا ماني موافق، والرجل هذا ما يصلح الزواج. قالت لا يا ابوي انا يعني بيني وبينه محبه وهذا. وسبحان الله كأنه طوال الفترة هذه كان ما تقدم لها الخطبة إلا بعد ما سبحان الله قام يعطيها وعود زائفة وقام يعطيها كلام معسل، خصوصا أنه على قدر عالي من الوسامة. فالبنت سبحان الله انعمت، ما ترى إلا وسامته، ولا ترى إلا كلمات المعسولة، ولا ترى إلا الظاهر، ما شافت شيء من الخلف. فحاولت في أبوها، حاولت أبوها، والأبو يقول يا بنتي ما يصلح، الناس ما يشكرون فيه، الناس ما يذكرونه، والناس هم اللي بيعلمونا. قالت يا أبوي أنا أبغى، وأنا قادرة أني أعيش مع عيشة سعيدة، وهذا مصيري معه، وهذا كثرت على أبوها الكلام هذا. والأبو حاول، والأم أيضا يا بنتي اسمعي كلام أبوك ما راح يقول لك إلا شيء يفيدك، يا بنتي ترى أبوك هذا عنده خبرة في الحياة. لكن فقام الأبو واشترط عليها شروط. قال يا بنتي، قالت نعم. قال أول شيء ما تعطينا فلوس، يعني إذا احتاجوا لشيء ما تعطينا فلوس، قال لي هو اللي يقوم بالبيت. قالت موافقة. والشرط الثاني، قال الشرط الثاني أنا حي ولا أنا ميت، ما يجيني ولا يدخل عندي في الشركة يتوظف، هو يشتغل برا ويكد علي. أنا مت وصرتي أنت صاحبة الحلال هذا كله ما توظفينه، تعاهديني بالله، وكاني حي ما تتوسطين إلا عندي موظف في الشركة. قالت إن شاء الله يا أبوي، بس هذا قال لي، قالت معه هو أصلا هو اللي بيصرف على البيت. قال أبو خلاص. المهم بعد الحاح الأبو خاف إن البنت يعني تطمح ولا تروح وتتزوجها من وراه، فما مسقط في يده، يعني ما عنده إلا أنه يوافق. فوافق بس بالشروط هذه. جاء الرجل وجاء ناس من أهله وتزوجت البنت، وراحت في شقة، وحط لها شقة مستأجرة فرشها، وقعدت ويا زوجها أول 4 شهور 5 شهور أمورها تمام. بعدين بدأت تظهر المشاكل، وبدأ يظهر قل الصرف والأمور المادية، وصار يطلبها فلوس، وأبوه تستاجر ووظفيني عنده ومن هالكلام، وهي ترفض. قالت أنا قايلت لك من البداية هذه شروطي. المهم سبحان الله حملت وجابت ولد، وبرضه مشاكل. والسنة الثانية جابت بنت، أيضا المشاكل مستمرة. بعد ما جابت البنت بسنة مرض أبوها مرض شديد وتوفي. فلما توفي صارت هي الوريثة الوحيدة لأبوها هي أمها، فهي توجهت أنها تمسك أعمال أبوها في الشركة، وكأن أبوها يوم بلغها يحس أنه بيصير الشيء هذا. عموما ما طول عليكم، مسكت الشركة وصارت تدير الأعمال. الرجل هذا صار يروح عليها ويجي، يبغى توظف معي، ساعدت في الشركة، مدير الحسابات الفلاني يمكن يسرق، مدير الفلاني. قالت ولا تجي ولا تدخل علي في الشركة، أنت مسؤول عني وعن بناتي وعن عيالي، تصرف علي، أو النص علي والنص عليك. فصار سبحان الله يحاول، لكن هو ما اللي مخطط له ما صار له. هو كان يبي يمسك في الشركة منصب، ولا يعني يورث معها في المال، ولا من هالكلام، لكنه ما صار الكلام. فسبحان الله هم عندهم مزرعة تبعد عن القاهرة حوالي 70 كيلو. فقال ايش رايك نروح المزرعة نقعد فيها 3 أيام. راحت هي زوجها وولدها وبنتها، ويوم وصلوا المزرعة، مزرعة فيها بيت كبير وفيها يعني
ما شاء الله تبارك الله، يعني من خيرات ربي. اليوم الأول، اليوم الثاني، يوم جت تنام أثره الخبيث جايب له ثعبان كوبرا، وشيل البطانية وحط الثعبان تحت البطانية، وهو قام على السرير. البنية مسكينة تحركت رجلها، ضربها الثعبان مع ساقه وهي تضرب بالصوت. هو قام يصارخ، جو العمال حقين المزرعة امسكوا الثعبان وذبحوه، ودوها المستشفى. قعدت في المستشفى 10 أيام أو أسبوع، الحمد والشكر لله شفاها الله من هالقرصة الثعبان. وهو قام سوى حفلة بمناسبة شفاء عشان يغطي على عملته هذه. رجعوا ما جاها شيء الحمد لله، أمورها تمام، وقعدت لها سنة ونص. رجع ثاني مرة قال ايش رايك نروح ثاني مرة للمزرعة؟ قالت أنا أتشائم من هالمزرعة. قال يا بنت الحلال حنا مزرعتنا وحلال أبوت وهالكلام هذا. فقالت خير إن شاء الله. راحوا ثاني مرة المزرعة، وهالمرة سبحان الله راحوا شرى ثعبان أقوى من الثعبان الأول، وارفع البطانية حط تحتها ثعبان نوع كوبرا. قصة حقيقية يا أخوان. هذا المكر السيء. الثعبان دخل تحت البطانية وضرب رجل المرأة، لكن الثعبان هالمرة صار أشد سمية وذبح المرأة. الله أكبر. نادوا العمال، نادوا ثعبان. خذوا المرأة ودوها، جاء المستشفى وشالوها على أساس أنها موتت قرصة ثعبان أو عض الثعبان. صلوا عليها ودفنوها، وصار عزاء، وأمها يعني انفضخ قلبها من الصياح وحالتها حالة. المهم اليوم الأول عزاء، اليوم الثاني، اليوم الثالث يا أخوان هو قاعد بين خوال البنت وبين الأم وفي البيت، وجاء وقام يتكلم معهم عن التركة وعن الورث ومدري إيش. فقام خوال البنت هذه قالوا له حنا في العزاء الحين تتكلم. قال لا بس أنا أبغى أمن مستقبل أولادي فلان وفلان وفلان، يقصد أولاده، أبغى أمن مستقبلهم، أبغى أعرف اللي لي واللي علي، الدنيا تبغى والآخرة تبغى. وقام يتكلم كلام. هو حاط جوال على طاولة قدام، حاط الجوال عليه ويتكلم. فخوال البنت يقولون استحى على وجهك، عيب، ما هو بوقته يعني، لكنه ما سمع كلامه. في هالأثناء هو جنبه واحد من الخوال عمره 20 سنة أخو زوجته، رن جواله، قالوا طلع في اسم صاحب الكوبرا، مكتوب عليه صاحب الكوبرا. قم هو خذ بسرعة وطف الجوال. المهم قام يتفاهم وياهم، ثم قام وخلاهم. قام الولد وراح لأمه لأخته وإخوانه اللي هم خوال البنت، قال قسما بالله إن هذا ذابح أختي. قالوا ما يصير. قال والله إنه ذابح أختي ولازم نسوي بلاغ في الشرطة ضده. تدرون من اللي دق عليه؟ قالوا من اللي دق عليه؟ قال واحد مكتوب عليه صاحب الكوبرا، واختي العام الماضي أولة العام ضربها كوبرا، والسنة هذه ضربها كوبرا وماتت فيه. والله العظيم إن حنا نخلينا الموضوع يمر بهالطريقة هذه، فحنا ما حنا يا ابن الحلال. قال بروح أبلغ. قامت الأم قالت أنا بعد بروح أبلغ معك. خذ أخته اللي هي أم البنت وراحوا للشرطة وسووا بلاغ. مدير الشرطة هناك، مدير المركز، قال من يدري عن الموضوع؟ قالوا ما ندري. قال متى الساعة كم جت المكالمة؟ قالوا الساعة مثل ما تقول الوقت الفلاني. مدير الشرطة سوى اتصالات وخذ الأرقام اللي وصلت على جوال الزوج في الساعة هذه، خذ الرقم ودق عليه اللي وصل، ورد عليه صاحب محل. من معي؟ قال معك مدير شرطة المكان الفلاني. أنت مين؟ قال أنا محل الحيوانات، أبيع حيوانات. قال عندك ثعابين؟ قال إيه. قالوا شنو أنواعها؟ قال كل أنواع الثعابين. قال عندك كوبرا؟ قال إيه. قال تعال لي في مخفر الشرطة الفلاني. هذا سكر محله وراح له في الشرطة. نعم. قال في واحد اسمه فلان وفلان شاري من كوبرا. قال نعم، هذا جاني العام الماضي وشرى مني كوبرا وخفت منه، فقمت فرغت السم اللي فيها كله وأعطيته كوبرا بدون سم ودفع لي مبلغها. يقول حنا نبغاها في أبحاث طبية. وبعد فترة جاني، بعد سنة جاني وطلب مني كوبرا، بس قال لي ما تفرغ السم. قلت ليش؟ قال هو أهم شيء عندنا السم عشان الأبحاث. أنا شكيت لكني ما توقعت أنه بيعمل كذا. أعطيته إياه ب2000 جنيه، أعطاني 1500 وقال 500 أجيبها لك بعدين، وأخذ الكوبرا ولا أدري إيش صار. والآن أنا اتصلت عليه أبغى 500 جنيه حقتي، وأدق عليه ما يرد. إلين أمس اتصلت عليه ورد علي، يقول يوم قال الكلام هذا ويأخذون أقواله ويسجلونها ومعلوماته ويتصلون على زوج المرأة. ويوم جاء زوج المرأة ويواجهونه فيه، يواجهونه بالأحداث ويكب العفش. قال نعم أنا رجال هذا صار وهذا ما صار ومدري إيش، واعترف بالكلام كله، وأن المرأة هذه ما خلتني أشتغل معها في الشركة وحالتي المادية فقيرة وأنا ما جيتها. طبعا الاعتراف هذا تم بعد
ما واجهوه بالرجل هذا وما واجهوه بالحقائق اللي عندهم. فسبحان الله صدر الظاهر عليه حكم بالإعدام، لأن هذه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد في مصر. هذه القصة حقيقية يا إخوان، ولكن سبحان الله شوف حب المال وحب الدنيا شلون تعمي الرجل يقتل زوجته أم عياله ويقتل نفس بريئة. الله أكبر الله أكبر. أين الدين؟ ولذلك يا أخوان أهم شيء يعني الرجل اللي يتقدم البنات أن يكون عنده دين وعنده خلق، وتخلي أبوها يحرص أنه يسأل عنها. لازم البنت تسمع رأي الأب في اختيارها للزوج، مهما شافت منه، مهما سمعت عنه، مهما قيل له، مهما صار على وسامة أو على، لازم تنتبه لهالأمر هذا اللي هو الأبو، وهو يعرف كيف يسأل عن بنات، عن أزواج بناته. الرجال لهم طريقة، خبرتهم، حياتهم. لا تستهينين بأبوك، لا تستهينين أنه يقوم هو بواجبه في السؤال عن زوجك. هذه حياة، ما بيوم وليلة.